دراجون. لازم الاول اقول ان الفيديو ده مخصص للناس اللي اتفرجت على اساميهم والناس تتلخبط. هسيب لكم لينك في الديسكريبشن فيه خريطه كامله بجوده عاليه لشجره عيله التارجيريان كلها من قبل ما يجي ويستروس اصلا لحد نهايه مسلسل جيم اوف ثرونز. القصه بتاعتنا بتبدا مع الملك فيسيريس تارجيريان، وده خامس ملك من بعد ايجون الغازي او ايجون ذا كونكرر. المهم فيسيريس ده يا سيدي ما خلفش اي ولاد خالص، كان عنده بنت واحده بس واسمها رينيرا. وام رينيرا دي في محاولات كتير بقالها فتره انها تخلف ولد يورث حكم ابوه، وده ما حصلش برضه. وفي اخر محاوله من دول بتموت الام وهي بتولد، والطفل بيموت بعدها بايام. وده بيخلي فيسيريس يقتنع من جواه ان خلاص الكون مش مسامح والقدر مش رايد ومش هخلف ولاد يا عم، وهعلن ان رينيرا هي الوريثه الشرعيه ليا بعد ما اموت. وفيسيريس عنده اخ راجل وهو برنس ديمون تارجيريان، واللي بشكل ما كان اولى انه يورث الحكم اكتر من رينيرا. لكن في الوقت ده ديمون بيكون شخصيه طايشه حبتين ثلاثه، وكمان بعدها بفتره بيكون سكران في بيت دعاره وبيقول نكته او بيتريق على مرات اخوه اللي ماتت وهي بتولد، وان اخوه مش عارف يخلف ولد لحد دلوقتي. ولما الخبر ده بيوصل لفيسيريس عن طريق الهاند بتاعه اللي هو اوتو هاي تاور، بيقرر ينفي ديمون لمدينه بعيده، وفي نفس الوقت يتمسك اكتر بفكره اعلان رينيرا هي الملكه الرسميه للممالك السبعه من بعد موته. بعدها بفتره فيسيريس بيقرر يتجوز تاني ويخلف تاني، وبعد شويه تفاصيل كده بيقع الاختيار على اليسنت هاي تاور بنت اوتو هاي تاور الهاند اوف ذا كينج، وفي نفس الوقت صديقه مقربه جدا لرينيرا بنت فيسيريس. وطبعا علاقتهم مع بعض بتبقى سيئه جدا بعد كده وما بيرجعوش اصحاب تاني ابدا. بيعدي سنتين بعدها وبنشوف ان اليسنت حملت وخلفت اول ولد للملك فيسيريس وسموه ايجون. ولكن فيسيريس ما رجعش في كلامه في الوقت ده، ما رجعش قال خلاص انا خلفت ولد اهو فهو اللي هيورثني بعد كده. لا، هو تمسك بفكره ان رينيرا هي الوريثه وما عملش اي اعلان رسمي عكس ده. في الوقت ده بيكون ديمون بيحارب تمرد كده حاصل في منطقه بعيده اسمها ستيب ستونز، وبينجح انه يقضي على التمرد ده وبيرجع بعدها الكينجز لاندنج، وفيسيريس بيسامحه على اللي عمله من سنتين. لكن بعدها ديمون ورينيرا بيتشافوا سوا في بيت دعاره. وفي الوقت ده من احداث المسلسل واحداث العالم ده كان لسه متعارف ان التارجيريان عادي عندهم جواز القرايب حتى لو بنت اخوه او اقرب من كده. في ثقافتهم اللي جايين بيها من فالاريا من قبل ويستروس اصلا من قديم الازل كان عادي عندهم ان ده يحصل. ايجون الغازي نفسه كان متجوز 2 اخواته، لكن مع مرور الوقت والسنين الموضوع ده ما بيبقاش معتاد ولا مقبول في المجتمع قوي، وبتعدي سنه ورا سنه لحد ما بيعدي 200 سنه وبنوصل لجيم اوف ثرونز وبنشوف شكل العالم وقتها بيكون عامل ازاي. المهم رغم ان رينيرا وديمون فعليا ما عملوش اي حاجه، لكن مجرد ان هم يتشافوا في المكان ده هو شيء يثير الشبهات. والخبر بيوصل لفيسيريس عن طريق الهاند بتاعه برضه اوتو هاي تاور. ومشكله فيسيريس كانت ان رينيرا هي وريثه العرش وما ينفعش يتقال عليها نص كلمه غير في جواز شرعي. مش مشكلته ان ديمون يبقى عمها، يعني شريف قوي الجدع ده. المهم فيسيريس بينفي ديمون للمره الثانيه، وكمان برضه بيبدا يشك ان اوتو هاي تاور منحاز لبنته اليسنت وهيقول اي حاجه غلط عن رينيرا، فبيقرر يشيله من منصبه كمساعد الملك اللي قضى فيه سنين. وفي الوقت ده رينيرا بيبقى ليها شبه بوي فريند سري وهو الحارس الشخصي بتاعها وهو سير كريستن كول. بعدها الملك فيسيريس عشان يقضي على اي شائعات حوالين رينيرا بيقرر يجوزها، وهيجوزها للينور فالاريون ابن كورليوس فالاريون زعيم البحر والاسطول واللي لقبه سي سنيك، وابن رينس تارجيريان اللي تبقى زي بنت عم فيسيريس كده. من الاخر رينيرا هتتجوز قريبهم من بعيد اللي جاي من البلد يعني. لينور بقى العريس الجديد ده بنكتشف ان للاسف ملوش في الستات، بس بيتجوز رينيرا برضه عادي، وبيتفقوا ان كل واحد هيعيش حياته بدماغه بعيد عن التاني وهيفضلوا متجوزين شكليا قدام الناس بس. في الوقت ده كريستن كول الحبيب السري لرينيرا بيبقى عايزها تعلن عن علاقتهم او تهرب معاه بعيد، وده ما بيحصلش طبعا وهي ما بتوافقش وهو بيتضايق جدا منها. وبعد شويه تفاصيل اليسنت بتعرف عن العلاقه السريه دي بين رينيرا وكول، بس مش بتعمل حاجه. ورينيرا بعدها بتتجوز لينور عادي جدا، وبنروح بعدها لقفزه زمنيه جديده مدتها 10 سنين كاملين. في الوقت ده بتكون رينيرا بتولد ابنها الثالث من لينور، والحقيقه ان هو مش من لينور ولا حاجه. ال3 عيال اللي خلفتهم شعرهم اسود، وال3 مش ولاد لينور اصلا، لكن ابوهم الحقيقي هو هاروين سترونج ابن الهاند اوف ذا كينج الجديد اللي بقاله كذا سنه واسمه لايونيل سترونج، واخو لاريس سترونج اللي تقدر تعتبره كبير الجواسيس ومقرب من اليسنت حاليا. واللي مقرب من اليسنت اكتر واكتر حاليا هو كريستن كول اللي حاليا بيكره رينيرا وبيكره عيالها جدا، وبيبان هجومه على عيال رينيرا في احد التمارين، وساعتها اللي بيدافع عن العيال هو هاروين سترونج ابوهم الحقيقي. وبيحصل خناقه بينه وبين كريستن كول والموضوع بيكبر، وبعدها هاروين سترونج بيسيب المدينه وبيروح للقلعه القديمه بتاعه عيلتهم واللي اسمها هارين هول، وابوه بيسافر معاه. واول ما بيوصلوا القلعه بتتحرق بيهم هما الاثنين والاتنين بيموتوا. وبنعرف بعدها ان اللي ورا الحريق ده كان لاريس سترونج، يعني لاريس حرق ابوه واخوه. وده ليه بقى؟ عشان يرجع اوتو هاي تاور تاني للمنصب رغبه في ارضاء اليسنت، رغم انها ما طلبتش منه انه يقتل اي حد، لكن بيبان قوي ان في حاجه من ناحيه
ناحيه لاريس تجاه اليسنت. بنعرف كمان في الوقت ده بعد ال10 سنين دول ان ديمون دلوقتي عايش بعيد ومخلف بنتين، ومراته تبقى لينا فالاريون اخت لينور، يعني بنت كورليوس ورينس لو مركز معايا. لينا فالاريون وهي بتولد ابنهم الثالث بتموت اثناء الولاده، وبكده تنينها بيبقى بدون صاحب، وتنينها ده بقى مهم جدا في المسلسل وهو فيجر. بعد الجنازه وبعد تجمع العيلتين عشان الجنازه، ايموند اللي هو يبقى ابن اليسنت الثاني بعد ايجون بيقرر يجرب يركب التنينه فيجر، وفعلا بينجح في ده والتنينه بتبقى بتاعته من بعدها. لكن بتحصل خناقه عيال كده بينه وبين ولاد رينيرا وبنات ديمون، وفي الخناقه دي ابن رينيرا الثاني واللي اسمه لوك او لوسيريس بيضرب ايموند وبيدمر عين من عينيه. الخناقه دي بتتلم كده بصعوبه والملك فيسيريس بيفض الليله، لكن ايموند اللي خسر عين من عينيه عمره ما هينسى اليوم ده. بعدها ديمون ورينيرا بيتفقوا انهم يتجوزوا، وساعتها بيتم التخلص من لينور فالاريون اللي هو لسه جوز رينيرا لحد دلوقتي بخطه كده انهم يزيفوا موته، وبعدها يهرب بعيد يعيش حياته بقى زي ما هو عايزها طالما هو كده كده ملوش في الجوازه دي. بعدها بيبقى ميعادنا مع القفزه الزمنيه الثالثه في المسلسل لمده 6 سنين قدام. ووقتها ركز معايا بقى كده مين الجيل الجديد اللي موجود حاليا. فيسيريس واليسنت عيالهم يبقوا بالترتيب كده: ايجون، ايموند، هيلينا، وعندهم ابن رابع اسمه ديرون ما شفناهوش في المسلسل لحد دلوقتي ومش موجود في كينجز لاندنج. ديمون كان متجوز لينا فالاريون وماتت، ومخلفين بنتين اللي هم بيلا ورينا. رينيرا كانت متجوزه لينور فالاريون وتم تزييف موته زي ما قلنا، وعيالها ابوهم الحقيقي يبقى هارون سترونج لكن متسميين على اسم فالاريون، وعيالها منه يبقوا جيسيريس او جيس ولوسيريس او لوك وجوفري. اما بعد ال6 سنين اللي عدوا دول قلنا ان رينيرا وديمون اتجوزوا ودلوقتي خلفوا تاني بقى، وعيالهم لسه بيبي خالص في المسلسل بس اساميهم ايجون الثالث وفيسيريس الثاني. يعني انا بحاول اوضح الدنيا على قد ما اقدر عشان تبقى فاهم الدنيا معايا، بس لو اتلخبطت ما تنساش تبص على شجره العيله اللي في اللينك اللي قلت لك عليها هتلاقيها في الديسكربشن. رينيرا وديمون مش عايشين في كينجز لاندنج هم وعيالهم، ولكن عايشين في دراجون ستون. وبعد شويه تفاصيل كده العيلتين كلهم بيتجمعوا المره اخيره في كينجز لاندنج، وبعد عشاء لطيف قوي كده ايموند بيتخانق مع اولاد رينيرا تاني وبيتريق على نسبهم وانهم باستردز وابوهم الحقيقي هارون سترونج وكده. بعد الليله دي على طول فيسيريس بيموت عشان يبدا الصراع في المسلسل فعليا، لكن قبل ما يموت بتحصل اكبر مصادفه غبيه واللي المسلسل بيبني عليها كتير في الاحداث اللي جايه الصراحه. قبل ما يموت فيسيريس بيبقى بيخرف شويه وبيقول لاليسنت وهي قاعده جنبه: عارفه اغنيه الجليد والنار والامير الموعود اللي اسمه ايجون ده؟ بيخرف ومش فاهم هو بيكلم مين اساسا. المهم هو كان يقصد اغنيه الجليد والنار الاسطوره اللي هو بيحلم بيها، وبيتكلم عن ايجون بتاع الحدوته دي والكلام ده. بس الست اليسنت فهمت ان قصده ايجون ابنها الكبير، وانه كده قصده بيوصي ان ايجون هو اللي يورث من بعده مش رينيرا. بس يا سيدي ومن المشهد العبيط ده وموت فيسيريس تنطلق الاحداث. صحيح اليسنت كانت كده كده هتعوز تاخد الحكم ليها ولعيالها حتى لو فيسيريس ما قالش اي حاجه، بس اللقطه دي ساذجه قوي برضو. بعدها بيتحول المسلسل رسميا لفريقين: البلاك تيم والجرين تيم، فريق الخضر وفريق السود، وكل فريق فيهم بيحاول يحصل بسرعه على ولاء اكبر عدد واهم اسامي من العائلات الكبيره اللي في ويستروس. فرينيرا بتبعت عيالها يحصلوا على ولاء العائلات الكبيره، وابنها الوسطاني لوك او لوسيريس بيروح للبراثيونز، ولحظه السيء بيلاقي ايموند هناك بالفعل. لا وكمان البراثيونز خلاص اعترفوا بايجون كحاكم شرعي جديد مش رينيرا. لوك بيمشي من المكان لكن ايموند منسيش العين اللي طارت زمان بسبب لوك، فبيحاول يخوف لوك بالتنينه الضخمه بتاعته فيجر، لكن الامور بتخرج عن السيطره وفيجر بتاكل لوك بالتنين بتاعه، والخبر بيوصل لرينيرا. وهنا بينتهي الموسم الاول اللي في رايي الشخصي كان اسس لكل حاجه كويس قوي حتى لو في عيوب عادي يعني. بنروح للموسم الثاني وبنبدا الاحداث بان ديمون بيحاول ياخد بطار لوك ابن مراته من غير ما رينيرا تعرف، فبيروح لكينجز لاندنج متخفي وبيدفع فلوس لناس هناك عشان تقتل ايموند، لكن الناس دي مش محترفه اصلا ولا هممهم ينفذوا المهمه زي ما اتقالت لهم. فلما مش بيلاقوا ايموند للاسف بيقتلوا طفل صغير وهو ابن ايجون، والخبر بينتشر طبعا ان رينيرا قاتله للاطفال. وبعد شويه احداث هبله كده ملهاش لازمه بنوصل حاليا ان لاريس سترونج بيتلاعب بالملك ايجون، وبيقرر ايجون بعدها انه يشيل جده اوتو هاي تاور من منصبه كهاند اوف ذا كينج ويمسك المنصب مكانه لسير كريستن كول. ومن هنا الموسم ده فقد الرجل السياسي الاول فيه وافضل ممثل فيه وهو اوتو هاي تاور، ومش بنشوفه تاني غير في نهايه الموسم في مشهد عباره عن 5 ثواني بس. بنروح بعدها كمان لمشهد عبيط جدا، وهو ان رينيرا شخصيا عرفت تتسلل داخل كينجز لاندنج وتقابل اليسنت في المعبد ولا القلعه ولا وات ايفر، وهناك بتحاول توصل لحل سلمي معاها. اليسنت بتحكي لها عن امنيه فيسيريس الاخيره قبل ما يموت، وان هو وصى ان ايجون
ديمون هو اللي يحكم بعديه. فرينيرا عينيها بتوسع كده وبتقول لها يخيبك يا بت، انت فهمتي كده؟ وبتطرقع باللبانه كده هم قاعدين وتقول لها لا والله يا اختي ما كانش قصده كده، ده كان يقصد ايجون الفاتح وبيتكلم عن اغنيه الجليد والنار ودي اسطوره وحلم كان بيحلم بيه، مش عن ايجون ابنك خالص. المهم الميتنج اللذيذ ده ما بيوصلناش لاي حاجه، وبنودع بعدها شخصيه ديمون اللي المسلسل قرر يبعته لقلعه هارين هول البعيده اللي مش مهمه هي وكل اللي هيحصل فيها. وهيقعد ديمون هناك لحد اخر دقيقه في الموسم، هيقعد يشوف خيالات واحلام ويسمع لكلام مشعوذه ويحل خناقات بين جماعتين كده هناك بينهم صراع، وكل ده ملوش اي علاقه بخط سير الرئيسي للاحداث. المهم ان في النهايه خالص في الحلقه الاخيره القلعه دي في الاخر هي ورجالتها هيبقوا تحت حكم رينيرا، وديمون هيركع قدامها وهيقول لها انت ماي كوين، وعينيها تطلع قلوب على شكل بيض التنين، والرجاله اللي في القلعه دي هيبقوا جزء من جيش رينيرا. وفي الفريق الثاني فريق الخضر عندنا حليف مهم ليهم وهو لانسترز، واللي منهم لورد تايلاند لانستر، واللي بيروح لجماعه التراياركي البحاره وبيحاول يعمل معاهم صفقه انهم يحاربوا مع فريق الخضر بالسفن بتاعتهم مقابل غنائم وجوائز واراضي وكلام من ده. وكل الاحداث اللي حصلت في المكان ده بجد مقرفه ومن اسوأ مشاهد المسلسل اللي ملهاش اي لازمه، وفي احداث كتير منها في الحلقه الاخيره كمان. وفي الاخر يعني بيحصل على ولاء الناس دي، والجماعه دول هم والسفن بتاعتهم هيبقوا مهمين معانا في الموسم الثالث في المعركه اللي جايه اللي هتكون اسمها باتل اوف ذا جالت. في الوقت ده كمان كريستن كول والجيش بتاعه بيقرروا يستولوا على قلعه روكس ريست، واللي هي مهمه استراتيجيا في الحرب اللي جايه، وفي نفس الوقت الحركه دي استفزاز لرينيرا. رينيرا بتبعت الست رينيس اللي في مقام عمتها بالتنين بتاعها عشان تدافع عن المكان ده، لكن ايموند وفيجر بيكونوا موجودين وبتحصل معركه بين التنانين دي، معركه بيدخل فيها ايجون الملك شخصيا كنوع من اثبات الذات ان انا موجود وليا دور وكده، وبيتصاب فيها اصابه شديده جدا، اخوه بيولع فيه هو وتنينه وجسمه كله بيتحرق وتنينه بيموت. والمعركه بتنتهي كمان بموت رينيس والتنين بتاعها، وكمان ان كول وايموند استولوا على قلعه روكس ريست. بعد الاصابه الشديده لايجون دي بيكون ايموند هو اللي بيحكم فعليا وبيبقى اسمه واصي على العرش، وبيمنع امه اليسنت من التدخل في اي قرارات او انها تحضر حتى المجلس بتاعه، ومش بيسيب دماغه للاريس سترونج انه يتلاعب بيه زي ما كان بيعمل مع اخوه المغفل. وبكده ايموند يبقى متحالف مع اللانسترز والبراثيونز والهاي تاورز، وفريق رينيرا يبقى متحالف مع الستاركس والفالاريونز والبلاك وودز. وزي ما قلنا ديمون حل مشكله هارين هول والناس اللي فيها. بعدها بنقضي شويه وقت مع لايون عبيط يخص 2 ابناء غير شرعيين لكورليوس فالاريون، ومفيش مشهد واحد كويس بجد في خط الاحداث ده، شخصيات غير مهمه وغير مثيره للاهتمام، بنحرق وقت معاهم بس. وبنروح لرينيرا اللي بتفكر حاليا في خطه جديده تخص التنانين اللي مركونه في دراجون ستون وملهاش صاحب ولا حد يتحكم فيها. فبعد شويه تفاصيل كده بتوصل رينيرا لفكره الباستردز او الابناء الغير شرعيين للتارجيريانز، اللي هم برضو لسه في دمهم دم التارجيريانز، وبتخلي الناس تجتمع وتجرب واللي التنين يقبلوا والله خير وبركه. والخطه دي بتودينا في النهايه ل3 شخصيات جديده بتنانينهم بينجحوا ان هم يبقوا في تيم رينيرا الجديد، واحد اسمه هيو وواحد اسمه اولف والتالت اسمه ادم، وده يبقى الباسترد بتاع سي سنيك او كورليوس فالاريون يعني. اليسنت بقى المرفوضه حاليا من المجلس بتاع ايموند وملهاش شغلانه، بتسرح فتره كده في الغيطان وتقعد تتامل وتفكر في حياتها واللي كان والماضي الحزين، وبعدها بتقرر تشغل دماغها وبتروح في مشهد عبيط جدا لحد دراجون ستون عشان تقابل رينيرا. اي حد في المسلسل ده عايز يتسلل لاي حته بيعرف عادي، كانهم بيروحوا ويرجعوا من غير تنانين في نص ساعه مثلا، مش الرحله بتاخد ايام ولا حاجه، لا ولا بيتعرفوا ولا بيتكشفوا ولا اي حاجه بتحصل لهم، منتهى العبث. المهم اليسنت بتقابل رينيرا فعلا في الحلقه الاخيره وبتتوصل لاتفاق معاها عشان ننهي البلاد شيت يا اختي والنبي. والاتفاق هو ان اليسنت هتسلم المدينه لرينيرا وهتسلم الحكم ليها اثناء فتره غياب ايموند وكول عن الريد كيب، ورينيرا بتشترط انه يتم تسليم ايجون شخصيا. واليسنت بما ان ابنها مصاب اصلا اصابات خطيره وممكن يودع قريب فبتوافق على الخطه دي بعد ما بتتألم شويه يعني، وبتتفق مع رينيرا ان هيتم تنفيذ كل ده بمجرد ما هي توصل كينجز لاندنج وبدون اي نقطه دم. لكن اللي الاتنين ما كانوش يعرفوه في الوقت ده ان لاريس سترونج الخبيث اللي حكينا عنه قبل كده نجح ان هو يهرب ايجون من القلعه، والاتنين اختفوا تماما دلوقتي، وده بيخلي الصراع يفضل شغال حتى لو رينيرا راحت العاصمه، لان دايما هيكون في جماعه من الناس شايفين ان العرش من حق ايجون مستنيينه يتعافى ويرجع ياخد حقه. وبيخلص الموسم هنا قبل ما رينيرا تتحرك من مكانها او اليسنت ترجع كينجز لاندنج ولا اي حاجه تانية تحصل. وصحيح كمان في الفتره دي بيكون مع رينيرا في القلعه بتاعتها في دراجون ستون مساعده جديده اسمها ميساريا، عاهره وجاسوسه سابقا وحاليا شغاله مساعده شخصيه للملكه الجديده. بناء شخصيات عبقري في المسلسل ده بيدهشني في كل مره. وحاجه كمان مهمه، اوتو هاي تاور اللي اختفى من الحلقه الثانيه بيظهر في مشهد سريع جدا في النهايه وهو محبوس في قفص او زنزانه وشكله متبهدل جدا.